قبل ما أبدأ الملخص حابب أقولك وحشتني يا صديقي، وعاوزك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لأن الفضل بعد ربنا انتوا. ويلا بينا نبدأ. بص يا صاحبي، الحكاية بتبدأ من آلاف السنين في مصر القديمة بالذات. هنا بقى اتولد أول وأقوى متحول في التاريخ كله اللي اسمه أبوكاليبس. ده كائن ما كانش مجرد متحول عادي، ده كان بيعتبر نفسه إله وأكبر الكل على عبادته. ليه بقى؟ عشان ده كيان شبه خالد، قدراته فوق الخيال. أهمها إنه يقدر ينقل وعيه وجوهره من جسم لجسم تاني، يعني كل ما يكبر في السن أو يحتاج قدرة جديدة يخش في جسم متحول تاني، وده خلاه يجمع قدرات كتير ويعيش آلاف السنين. المنظر الأول اللي بنشوفه كان مهيب كده. أبوكاليبس نايم على حجر ضخم جوه هرم كبير وبيستعد ينقل وعيه لجسم متحول جديد عنده قدرة الشفاء الذاتي الخارقة، وده عشان يضمن لنفسه الخلود التام. حواليه كان أتباعه الأربعة المخلصين اللي معروفين باسم فرسان أبوكاليبس، كل واحد فيهم عنده قدرات خارقة ومستعد يضحي بحياته عشانه. لكن زي أي حاكم قوي، أبوكاليبس كان ليه أعداء. مجموعة من الكهنة والحراس كانوا شايفينه طاغية ووجوده خطر على البشرية، فقرروا إنهم لازم يخلصوا منه وهو في أضعف حالاته، في اللحظة اللي الطقوس بتكون شغالة. وبالفعل نفذوا خطتهم وهجموا على المكان. صراع عنيف جدا حصل، فرسان أبوكاليبس حاولوا يدافعوا عنه بكل قوتهم لكنهم اتقتلوا واحد ورا التاني. المتآمرون قدروا يوصلوا لأبوكاليبس نفسه، بس اكتشفوا إنهم مش قادرين يقتلوه حتى وهو في الحالة دي، فقرروا إن الحل الوحيد هو إنهم يدفنوه حي. استخدموا قوتهم في تدمير الأعمدة اللي ساندة سقف الهرم، وانهار السقف فوق أبوكاليبس وهو لسه في عملية النقل وفاقد وعيه. فضل مدفون حي تحت أطنان من الحجارة والتراب، محبوس في الضلمة دي لآلاف السنين، والعالم كله نسيه تماماً. بننتقل بالزمن فجأة لسنة 1983. العالم كله اتغير وبقى فيه وعي أكبر عن المتحولين، بقوا حقيقة واقع. في ناس بتحاول تتعايش معاهم وناس لسه بتخاف منهم وبتعتبرهم تهديد. في الجو ده كله بنشوف شاب مراهق اسمه سكوت في مدرسته الثانوية، بيتعرض لموقف تنمر فبيتعصب جدا، وفجأة ومن غير أي مقدمات بتنفجر قدراته المتحولة لأول مرة. عينيه بتطلع شعاع ليزر أحمر قوي ومدمر بيكسر بيه سقف المكان. الموقف ده بيسبب له رعب وصدمة وبيخليه مش عارف يتصرف ولا فاهم إيه اللي بيحصل. وبنعرف إن أخوه الكبير أليكس كان عضو سابق في فريق إكس مان، ولما بيعرف باللي حصل بياخد سكوت لمكان آمن وهو المكان الوحيد اللي ممكن يساعده، مدرسة البروفيسور تشارلز إكزافير للموهوبين. بنتعرف بقى على البروفيسور إكزافير اللي لسه بيحاول يبني حلمه بمستقبل يتعايش فيه البشر والمتحولين بسلام. بيرحب بسكوت وبيوعده إنه هيساعده يتعلم إزاي يتحكم في قدراته الخطيرة دي. في المدرسة سكوت بيحس إنه غريب ومنبوس في الأول، لكنه بيقابل جين جراي. بنعرف إنها هي كمان متحولة قوية جدا، عندها قدرات تخاطر وتحريك عن بعد بتفوق قدرات إكزافير نفسه، بس هي مرعوبة من حجم قوتها ومش قادرة تسيطر عليها. سكوت وجين بيحسوا بارتباط غريب بينهم من أول لحظة، كأن كل واحد فيهم لقى أخيرا حب يفهمه. في الوقت نفسه بنروح لمصر تاني، بنشوف العميلة مويرا اللي كانت حبيبة إكزافير زمان، بس هو اضطر يمسح ذاكرتها عشان يحميها. مويرا بتكون شغالة على قضية جديدة وبتحقق في ظهور طائفة سرية في القاهرة بتعبد كائن قديم بيعتقدوا إنه أول متحول في التاريخ. بشجاعتها وفضولها بتقدر توصل لمكانهم وبتكتشف إنه مدخل هرم قديم مدفون تحت الأرض. وهي بتحاول تهرب بعد ما انكشفت، أشعة الشمس بتتسرب ينفتح في سقف الهرم المدفون وبتوصل للمكان اللي أبوكاليبس محبوس فيه. أشعة الشمس دي بتنشط التكنولوجيا القديمة اللي كانت بتحافظ على حياته، وبيصحى أخيراً من نومته الطويلة اللي دامت آلاف السنين. ولما بيخرج من تحت الأنقاض بيلاقي نفسه في عالم مختلف تماماً عن اللي كان يعرفه. شوارع، عربيات، تكنولوجيا، كل حاجة غريبة عليه. في طريقه بيشوف بنت اسمها ستورم وبيعرف من نظرته ليها إن عندها قدرة التحكم في الرياح، لكنها لسه مش قادرة تستخدمها بشكل كامل. بيشوف فيها الإمكانيات اللي هو بيدور عليها، فبيستخدم قدراته وبيخليها تقدر تتحكم في العواصف والبرق والرعد بسهولة. والبنت بتنبهر بيه وبتعتبره المنقذ ليها من ضعفها وضياعها، فبتقرر تتبعه وتكون أولى فرسانه الجداد. وبننتقل لبولندا.
هناك بنلاقي إريك ماجنيتو اللي نعرف إنه تعرض لصراعات ومخاطر كبيرة في حياته وبيحاول يبني حياة جديدة وهادية. بنشوفه متجوز وعنده بنت لطيفة وعايش حياة مستقرة. بيشتغل في مصنع صلب زي أي عامل عادي ومخبي هويته وقدراته عن كل الناس. وبنعرف إن وقت صحيان أبو كاليبس في مصر حصلت اضطرابات كونية أثرت على العالم كله، ومن ضمنها هز أرضية بتحصل في بولندا. في المصنع واحد من زمايل إريك بيكون على وشك الموت بسبب آلة وقعت عليه، فإريك بيضطر يستخدم قدراته المغناطيسية علشان ينقذه. لكن للأسف عمال تانيين بيشوفوه والخبر بيوصل للشرطة المحلية اللي بدورهم بيعرفوا إن إريك من المتحولين، فبيتحركوا فوراً علشان يقبضوا عليه. بيحاولوا يستخدموا بنت إريك كرهينة عشان يستسلم، وفعلاً بيسلم نفسه. لكن بنتفاجئ إن البنت دي ورثت منه قدرات خارقة وبتقدر تتواصل مع الحيوانات وتتحكم فيها. بتخلي طيور الغابة تهاجم الشرطة، فبيتوتروا جدا وبيطلق واحد منهم سهم بالغلط بيصيب البنت ومامتها قدام إريك. يا صاحبي بيموتوا الاتنين. اللحظة دي بتكون نقطة تحول مرعبة لإريك، الألم والغضب بيسيطروا عليه وبيفقد كل أمل كان عنده في السلام والتعايش. بيستخدم قدراته بكل وحشية وبينتقم من الشرطة اللي قتلت عيلته وبيقتلهم كلهم باستخدام قلادة بنته المعدنية الصغيرة. مشهد مؤسن وقاسي جدا. هنا بقى ماجنيتو بيكون جاهز إنه ينضم لأبو كاليبس. وفي الفلبين بنشوف ميستيك اللي اشتهرت بإنقاذ المتحولين المضطهدين والمستغلين في كل العالم. بنشوفها وهي بتقتحم نادي قتال سري تحت الأرض وبتنقذ كيرت واجنر المعروف بنايت كرولر. بنعرف إنه بسبب شكله الغريب المخيف بالنسبة للبشر وقدرته المذهلة على التنقل السريع كانوا بيستغلوه وبيجبروه يقاتل زي الوحوش في الحلبة. فميستيك بتنقذه وبتوصل له المكان آمن، وبتروح لكاليبن وهو متحول بيعيش في الخفاء وعنده قدرة فريدة على تتبع مكان أي متحول. بتطلب منه يساعدها تهرب كيرت لأمريكا، لكنه كمان بيقول لها الأخبار اللي سمعها عن إريك في بولندا ومأساة عيلته. فميستيك بتحس بالمسؤولية تجاه إريك صديقها القديم وبتقرر إنها لازم تلاقيه وتحاول تساعده. فبتاخد كيرت وبتروح لمدرسة إكزافير، بتطلب منه يساعدها في تحديد مكان إريك باستخدام جهاز سيربرو. في الوقت ده أبو كاليبس بيكون بيواصل مهمته في تجميع فرسانه الأربعة. بعد ما ضم ستورم بيروح لمخبأ كاليبن اللي بيحاول يقاوم بكل قوته، لكن أبو كاليبس أقوى بكتير وبيقدر يجند سايلوك اللي كانت بتشتغل حارسة شخصية ومساعدة لكاليبن وعندها قدرة على تكوين أسلحة نفسية حادة ومدمرة. أبو كاليبس بيقوي قدراتها دي وبيخليها مقاتلة أخطر، وبيروح لنادي القتال اللي ميستيك أنقذت منه كيرت، وهناك بيلاقي أنجل. بنعرف إنه متحول قوي جدا عنده أجنحة ريشية كبيرة، لكن جناحه اتكسر وتشوه في قتال عنيف. أبو كاليبس بيقدر يشفيه تماما وبيستخدم قوته في تحويل جناحه لأداة قتل مدمرة وبيقوي قدرته الجسدية. كل ده بيخلي أنجل يشوف أبو كاليبس فرصة للقوة والانتقام، فبينضم ليه بدون أي تردد. أما آخر فارس أبو كاليبس محتاجه فهو إريك ماجنيتو اللي بيكون محطم نفسياً ومليان غضب ورغبة في تدمير العالم. أبو كاليبس بيستغل حالته وبيكلمه عن رؤيته لعالم جديد يحكمه الأقوياء وبس، عالم ما فيهوش مكان للضعف البشري. وبياخدوا المعسكر أوشفيتس النازي، المكان اللي شاهد أكبر مآسي إريك في طفولته، وبيساعده يحرر كل قوته المغناطيسية الكامنة جواه. إريك بيفتكر كل الألم اللي عاشه فبينفعل جدا وبيدمر المعسكر بالكامل وبيعلن ولاءه لأبو كاليبس وبيكون الفارس الرابع والأخير. وفي مدرسة إكزافير تشارلز بيحس بالخطر اللي بيمثله أبو كاليبس وبيقرر يستخدم سيربرو الجهاز اللي بيضخم قدراته التخاطرية عشان يحاول يوصل لإريك ويقنعه يرجع عن طريقه. لكن دي بتكون غلطة عمره، وده لأن أبو كاليبس قدراته النفسية كمان جبارة. بيستغل اتصال إكزافير بسيربرو وبيخترقه وبيقدر يسيطر على عقله وبيستخدمه كبوابة عشان يوصل لعقول كل قادة الدول اللي عندها أسلحة نووية وبيجبرهم كلهم يطلقوا كل الصواريخ النووية اللي عندهم للفضاء الخارجي، وده بيخليه يضمن إن البشرية ما تقدرش تدافع عن نفسها ضده. المشهد ده طبعا بيكون مرعب وبيسبب حالة من الذعر في العالم كله. وبعد ما بيضمن أبو كاليبس تحييد الأسلحة النووية بيروح مع فرسانه الأربعة لمدرسة إكزيفير. هدفهم بيكون واضح: خطف البروفيسور إكزيفير عشان أبو كاليبس يقدر ينقل وعيه لجسمه ويستولى على قدراته التخاطرية، واللي هتخليه يقدر يسيطر على كل العقول في الكوكب ومنها هيسيطر على العالم.
لكن أليكس بيشوفهم وهما بيخطفوا إكزيفير، فبيحاول يوقفهم بكل قوته وبيطلق شعاع طاقة قوي جدا تجاه طيارة أبوكاليبس، لكن للأسف الشعاع بيخبط في مصدر الطاقة بتاع الطيارة وبيسبب انفجار كارثي بيدمر جزء كبير جدا من المدرسة. في وسط الفوضى والدمار ده بيوصل بيتر ماكسيموف كويكسيلفر اللي كان لسه عارف من والدته إن ماجنيتو هو أبوه الحقيقي، وكان جاي المدرسة عشان ينضم للإكس مان ويحاول يتعرف على والده. بيوصل في اللحظة اللي المدرسة بتنفجر فيها، فبيستخدم سرعته الخارقة وبيقدر ينقذ كل الطلاب والمدرسين اللي كانوا جوه المدرسة قبل ما الانفجار يوصل لهم، لكنه للأسف ما بيقدرش يوصل لأليكس في الوقت المناسب وبيموت في الانفجار. بعد الانفجار مباشرة بتوصل قوات عسكرية بقيادة الكولونيل ويليام سترايكر اللي لسه بيحمل كراهية عميقة للمتحولين. بيعتقد إن إكزيفير وفريقه هم المسؤولين عن إطلاق الصواريخ النووية. بيستغل حالة الفوضى وبيقوم بالقبض على الناجين من الإكس مان، ميستيك، كويكسيلفر ومعاهم مويرا، وبياخدهم بطيارة هليكوبتر لقاعدته السرية المحصنة للتحقيق معاهم. لكنه ما يعرفش إن سكوت وجين غراي وكورت قدروا يهربوا من الانفجار، وبيستخدموا قدراتهم عشان يتسللوا لطيارة سترايكر ويتبعوه للقاعدة السرية وينقذوا أصحابهم. بيتفاجئوا بفوضى كبيرة في المكان بتساعدهم يلاقوا أصحابهم وكمان يحرروهم. في الوقت اللي الإكس مان بيحاولوا يهربوا فيه من قاعدة سترايكر، أبوكاليبس بيكون وصل للقاهرة وبدأ المرحلة الأخيرة من خطته. بيستخدم قدرات ماجنيتو الهائلة عشان يتحكم في الأقطاب المغناطيسية للأرض، وده بيسبب دمار شامل في كل أنحاء الكوكب. وبيجهز نفسه عشان يبدأ طقوس نقل وعيه لجسم إكزيفير، واللي بيكون مربوط على جهاز غريب في مكان عالي. ولو نجح أبوكاليبس في ده هيبقى عنده قوة تخاطرية مطلقة يقدر يسيطر بيها على كل كائن حي على الكوكب. وبنشوف إكزيفير وهو بيقاوم سيطرة أبوكاليبس عليه بكل قوته، وبيقدر يبعت نداء استغاثة خطري أخير لجين بيطلب منها تيجي تنقذه وتوقف أبوكاليبس. جين والأكس مان بيوصل لهم النداء وبيسرقوا طيارة عسكرية من قاعدة سترايكر وبيروحوا بيها للقاهرة فوراً عشان يواجهوا أبوكاليبس وفرسانه في معركة أخيرة مصيرية. ولما بيوصلوا بيلاقوا الدمار في كل مكان، وبتبدأ مواجهة ملحمية بين الأكس مان وفرسان أبوكاليبس. سايكلوبس بيواجه ستورم، وبيست بيقاتل سايلوك، أما كويكسيلفر بيحاول يوصل لأبوكاليبس لكنه بيكتشف إنه أسرع وأقوى منه. ميستيك بتحاول توصل لماجنيتو وتقنعه بالمنطق والعاطفة إنه يسيب أبوكاليبس وينضم ليهم. بتفكروا بالصداقة القديمة اللي كانت بينهم وبين تشارلز وإن الانتقام مش هو الحل. وفي وسط المعركة نايت كرولر بيستخدم قدرته على الانتقال الآني وبيوصل لإكزيفير في آخر لحظة قبل ما عملية النقل تكتمل، وبينقذهم كلهم بالطيارة. لكن أنجل وسايلوك مش بيسيبوهم. بيضطر النايت ينقل كل اللي في الطيارة المكان آمن على الأرض قبل ما الطيارة تتحطم، لكن للأسف ملحقش أنجل يهرب وبيموت في الانفجار. لكن سايلوك بتقدر تقفز وتهرب وتختفي. وعلى الأرض المعركة بتوصل لذروتها. ستورم بتشوف أبوكاليبس وهو بيحاول يقتل ميستيك، فبتبدأ تدرك إنه مش المنقذ اللي كانت فاكراه، وإن كلام ميستيك ليها زمان عن أهمية العيلة والاختيار كان صح، فبتقرر تقف ضده وبتهاجمه بالبرق. ماجنيتو كمان بعد كلام ميستيك المؤثر بياخد قراره أخيرا، بيفتكر كل الخير اللي شافه من تشارلز وميستيك وبيقرر إنه مش هيقف يتفرج على العالم وهو بيتدمر، فبيستخدم كل قوته المغناطيسية عشان يوقف الدمار اللي كان بيسببه، وبيوجه قوته ضد أبوكاليبس نفسه. وبكده 2 من أقوى فرسان أبوكاليبس بينقلبوا عليه وبيساعدوا الأكس مان، لكن أبوكاليبس بيكون لسه قوي جدا حتى وهو بيواجههم كلهم وبيقدر يتصدى لهجماتهم بسهولة. أما إكزيفير بعد محاولة نقل الوعي الفاشلة بيقرر إنه لازم يواجه أبوكاليبس في المكان الوحيد اللي ممكن يهزمه فيه، وهو وعيه. وبنفهم وقتها إن وعيهم متصل بسبب محاولات أبوكاليبس نقل الوعي، وبتبدأ معركة نفسية عنيفة بين عقل إكزيفير وعقل أبوكاليبس. في الأول إكزيفير بيقدر إنه يسيطر، لكن أبوكاليبس بيستخدم خبرته الطويلة وبيبدأ يتفوق على إكزيفير. وفي العالم الحقيقي الإكس مان بيحاولوا يشتتوا انتباه أبوكاليبس ويضعفوا جسده المادي، وده عشان يساعدوا إكزيفير في معركته الذهنية. لكن أبوكاليبس بيقدر يصد هجماتهم ويشفي نفسه بسرعة. وبيكون إكزيفير على وشك الهزيمة التامة في العالم الذهني، فبيصرخ لجين وبيطلب منها المساعدة، وبيقول لها إن دي فرصتها الأخيرة عشان تخرق كل قوتها اللي كانت خايفة تظهرها طول عمرها. جين بتتردد وخايفة تأذي أصحابها وتدمر كل حاجة، لكن ميستيك بتشجعها وبتقول لها إنها لازم تثق في نفسها وفي قوتها.
وبتقرر أخيراً تواجه مخاوفها، وبتغمض عينيها وبتركز وبتطلق العنان لقوة الفينيكس الكونية الجبارة. طاقة نارية هائلة بتخرج منها وبتحيط بيها، وبتاخد شكل طائر الفينيكس الأسطوري. القوة دي بتكون أكبر بكتير من أي حاجة أبوكاليبس واجهها قبل كده، وبتوجه جين قوتها كلها ناحية أبوكاليبس وبتحرقه تماماً على المستوى الجسدي والذهني لحد ما بيتحول لرماد وبيختفي تماماً. ووقتها المعركة بتنتهي والعالم كله بينجو بفضل تضحية الإكس مان وشجاعة جين جراي.